طبعًا ما فيش ميزانية ولا شهرية ولا أسبوعية ولا حتى يومية ولا أي حاجة، تمام، ولا نُص شهرية حتى، خلاص على كده يعني انزلي بالمرتب بتاعِك، حاولي تجيبي بيه على قد ما تقدري، وبعدين يعني شوفي أصلًا المرتب بتاعِك، يعني شوفي أصلًا الميزانية اللي أنتِ حاطاها للبيت هتجيب إيه. زي ما أنتم عارفين أنا قسّمت الميزانية بتاعتي 2500 جنيه كذا مرّة. الأول كانت 2000 جنيه، يعني اللي متابعني في القناة، الأول كانت 2000 جنيه، وبعدين كانت زوّدت 500 جنيه عشان الأسعار. فخلاص هو أصلًا ما فيش فدار تاني في المرتب عشان يزوّد، هم ال500 جنيه زوّدناهم وخلاص على كده، تمام. الأسعار المرّة دي أسعار الجديدة يعني، عايزة أقول لكم حاجة يعني لنا الله. هنعمل حاجتين، تمام، عشان ولا هنعمل ميزانية ولا هنعمل ولا هنمسك ورقة وقلم حتى، تمام. يا دوب تمسكي ورقة وقلم بس تكتبي فيها طلباتِك الشهرية وطلبات بس عايزة إيه يعني، تمام. محتاجة إيه، هتنزلي السوبر ماركت تشتري الحاجة المهمة، يعني زوّدي رز، زوّدي زيت، زوّدي سكر، زوّدي شاي، زوّدي الحاجات المهمة، تمام، مش مشكلة أي حاجة تانية، تمام. هنعمل حاجتين، هنطلّع صدقة زيادة الشهر ده عشان ربنا يبارك لنا ويكمّل لحد آخر الشهر. رقم 2 بقى استغفار كتير، 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 تمام. طول اليوم أنتِ وولادِك وجوزِك والناس كلّها، تمام. هو الشعب كلّه عايز يستغفر من أول وجديد، لإن بصراحة ذنوبنا مش عارفة عملت فينا إيه، وحسبي الله ونعم الوكيل. وأنا آسفة على المقدمة الوحشة دي، بس ما علينا، تمام، ما علينا. أتمنى منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. لو أول مرة تشوف القناة اشترك في القناة، ولو أول مرة لو شفت الفيديو يعني أتمنى منك تحط لايك للفيديو فضلا وليس أمرا. وتمام كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا مشترياتنا الشهرية، تمام، بالأسعار الجديدة. كل شهر بقول لكم بالأسعار الجديدة، بس المرة دي بالأسعار الجديدة جديدة يعني، تمام، وربنا يستر. بصوا، أي حد مقسم الميزانية بتاعته أو لسه هينزل يشتري مشترياته وحاطط مثلا مبلغ معين للمشتريات الشهرية، لا زودي في المبلغ، تمام. يعني مش بحبطك، بس انت هتنزلي تشتري حاجات، هتلاقي الأسعار كده. وإن لقيتِ يعني لو في كمان، تمام، يعني يعني لو في حاجات في الأسواق، تمام. آآ عايزة أقول لكم إيه تاني، عايزة أقول لكم إن في الحاجة اللي هي كنتِ بتجيبيها بجنيه تشتريها ب10، تمام، ب12. فأنا مش عايزة أحبطكم زيادة عن كده، بس عايزة أقول لكم إن أنا صوتي مخنوق بصراحة. يعني المرة دي مش بأي ميزانية، ولا ميزانية شهرية ولا أسبوعية ولا يومية ولا أي حاجة خالص، ولا عملتش ميزانية أصلا. أنا يا دوب لسه مسكت المرتب طلعت منه الفلوس بتاعت الالتزامات اللي علينا، وطلعت ال1000 جنيه بحيث ان اشتري بيه مشترياتنا الشهرية زي كل شهر، زي الشهر اللي فات، وقلت لكم انا قسمتها ازاي في فيديو وكلام من ده، تمام. المرة دي بقى الموضوع مش نافع، تمام، مش نافع. يعني شوية مكرونات على شوية رز على مش عارفة ايه. بس ما فيش حاجة استفدتها غير ان انا اشتريت 5 كيلو رز هشيلهم من رمضان. هي دي الحاجة الوحيدة اللي انا عملتها، تمام. يعني ولا خزنت ولا فرست ولا جبت مش عارفة لحوم ولا لسه لسه لسه، تمام. فتعالوا شوفوا انا اشتريت ايه. هنبدأ بالرز والمكرونة. انا تفكيري بقى كعليا ان انا كنت هشتري شويه حاجات، يعني الشهر ده مفيش فلوس للدروس بتاعه الولاد، تمام. وفلوس الملخصات الحمد لله كنت داخله جمعيه وهاخدهم 500 جنيه، قلت اشتري بيهم الملخصات، تمام. فقلت بقى خلاص، ال 400 جنيه بتاعت الدروس ولا 500 جنيه بتاعت الدروس هشتري بيهم طلبات للبيت عشان اشيلهم لرمضان. ده تفكير المحدود يعني، ما كنتش فاكره ان في آه، يعني عايزه اقول ايه، كنتش فاكره ان في صدمه هتصدمها للدرجه دي. ما كنتش فاكره ان حتى ال 500 جنيه مش هتكفي حاجه. الواحد كان عايز يشتري بيهم 2 كيلو لحمه ولا فرختين ولا اي حاجه يشيلهم، بس لنا الله. طيب، اول حاجه نبتدي بيها لسان العصفور. لسان العصفور من جولدن رويال،
وده كان عامل 25 جنيه في العرض. تمام، يعني المكرونه اللي كانت ب20 25 جنيه بس، عاملين عليها عرض. لو مش عاملين عليها عرض ب28. فاهمين ازاي؟ اشتريت ايه تاني؟ اشتريت جولدن رويال برضو مكرونه فرن برضو كيلو، وكان برضو عامل 25 برضو عشان عليه عرض. اشتريت مكرونه صغيره، انا كنت عايزاها هلال بس ما لقيناش يعني، فاشتريت ده. يلا مش مشكله. تمام. جولدن رويال برضو اشتريتها برضو 25 عشان العرض. جبت كمان 10 كيلو، هو الكيس ده 5، فاشتريت 2. ده ب160 جنيه. الناس اللي من نجا حمادي، انا مشتريه المكرونه والرز من هايبر النمليه. تمام، اللي بيتابعني من نجا حمادي، المكرونه والرز من هايبر النمليه. تمام. ده ب159 جنيه بس، طبعا ما يعتبر ب160. تمام. ده الحاجة الوحيدة اللي جبتها الشهر اللي فات، ورجعت تاني جبتها الشهر ده لقيتها بنفس السعر. وكنت عايزة اشتري منها حاجة تاني بس جوزي قال لي عايزين نجيب باقي طلبات البيت. تمام. فاشتريت التنين، وده هشيله رمضان، وده ان شاء الله نستعمله. طيب اشتريت ايه تاني؟ اشتريت باكو شاي العروسة طبعا، وكان ب55. وملوخية مجمدة، بس مش بسمة يوافي، بس يعني لسه مجربتهاش بصراحة، مش عارفة اذا كانت كويسة ولا لا. تمام، انا كنت عايزة بسمة بس للأسف ما كانش فيه، ودي كانت ب11 جنيه. اشتريت علبة جبنة بس لسه كنت فاتحاها دلوقتي. ودي كانت ب75 جنيه، يعني 60 جنيه ب75 جنيه. اشتريت زيت. الزيت ده 2 لتر. الزيت ده كان 2 لتر، 2 لتر و100 جرام. تمام. ده كان عامل 155 جنيه. واشتريت كمان علبة سمن. اشتريتها المرات كبيرة عشان مش عارفة، مش ضامنة الأسعار فيما بعد يعني. اشتريتها كبيرة 2 كيلو ونص، ودي كانت ب235 جنيه بس، كان في هايبر البطل للناس اللي من نجا حمادي. من هايبر البطل. تمام. لو رحت مكان تاني هتلاقيها ب250 على فكرة. اشتريت كمان جبنة موتزاريلا بالأطباء اهو. الكيس ده كان 200 جرام، وده كان عامل 40 جنيه. اشتريت كمان لفة حفاضات لبنتي، ودي كانت عاملة 140 جنيه، فيها 40 حفاضة مقاس 5، كانت عاملة 140 جنيه. اسمها موني. اسمها موني الماركة بتاعتها. تمام، كويسة هي يعني، مش وحشة، مش أول مرة أجيبها. بس طبعا الشهر اللي فات جبتها ب105، مش الشهر اللي فات، من حوالي 15 يوم اشتريتها، كانت ب135 أو ب130. تمام. حاولي وانت بتشتري المشتريات بتاعتك تدوري تلفي، يعني تشوفي هنا في حاجة ممكن تكون لسه الناس ما غيرتش سعرها، ممكن تكون يعني اي حاجة. تمام، بالصدفة يعني. اشتريت ايه تاني؟ اشتريت دقيق. كنت عايزة 5 كيلو دقيق عشان اشيل منهم لشهر رمضان، عشان الخبيز وكده يعني. فالحمد لله. اشتريت الدقيق دهب، حتى مش ماركة كويسة يعني، دهب، وكانوا عاملين عليه عرض. تمام، ب20 جنيه الكيلو. مش عاملين عليه عرض، هو اصلا حاطين عليه السعر، يعني مش تبع العروض اصلا. تمام. اشتريت 3 كيلو.
بصوا، هو انا اشتريت، المفروض اعرض معاكم طبعا الفول والعدس والعطاره، تمام. ولا اشتريت فول ولا عدس ولا عطاره، ولا اشتريت ولا كمان اشتريت منظفات. يعني لسه فاضل الاريال كلور، كنت عايزه ملمع خشب، كنت عايزه يعني ايه تاني، كنت عايزه سبونجة مواعين، كنت عايزه يعني الحاجات دي، تمام. عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها كانت ب 1600 جنيه. تعالوا نكمل برضه. وعشان طبعا القحط ما يزيدش زياده معايا عندي، فاشترينا الفرخه دي 2 كيلو، 2 كيلو ونص، زي ما انتم شايفين كده اهو. يعني اشتريت فراخ الحمد لله. دي كان الكيلو عامل 85 جنيه، تمام. الكيلو عامل 85 جنيه، فالفرخه دي يعني ب 250 جنيه من ضمن ال 1600. انا كنت خايفه اطلع الفرخه لحسن يقولوا ايه ده اشتريت فراخ. طب الشعب بيشتري فراخ اهو، بس عشان جوزي بيقول لي ما تتكلميش. المهم، اشتريت كمان فلفل اخضر، وفلفل شطه. واشتريت كمان 2 كيلو بطاطس. يعني اشتريت زيت، فاكيد هشتري بطاطس عشان احمر في البطاطس، يعني عشان الزيت تخلص. امال الزيت هيخلص في ايه؟ فلازم احمر بطاطس، تمام. فاشترينا 2 كيلو ونص، يعني يعتبر بطاطس. ولسه مكمله معاكم مشترياتنا. اشترينا كمان طماطم. ولسه حالا وانا بصور الفيديو جت العربيه اللي بشتري منها الحاجات، فكملت باقي الحاجات اللي ناقصاني. احسن لو ما كملتهمش مش هشتريهم، تمام. يلا نلم الدنيا دي. اشتريت كمان خلطة البريل دي، ودي كانت عاملة 25 جنيه. الحمد لله خدتها ب25، هي مكتوب عليها ب35 بس هو اللي ب25، تمام. اشتريت كمان كيسين الاريال دول، ودول كانوا عاملين 25. الحمد لله مغليش برضو، الحمد لله. الفيديو ده برعاية الحمد لله، الحمد لله يا رب. جبت جبنة دومتي، مش عارفة هي الأصلية ولا عاملين كوبي منها ولا ايه بالظبط بصراحة، بس صنع في مصر يعني الحمد لله، تمام. متهيألي الكوبي بتاعها عاملين دي عاملة 13 جنيه. طبعا الكوبي بتاعها، لأن أصلا أي ربع جبنة أو كده ب20 جنيه، فدي ب13 جنيه، حلوة قوي، تمام. آه جبت ازازة خل الشعلة. دي انا كنت جايباها الشهر اللي فات ب3.5 او ب4 بالكتير، يعني يا ب3.5 يا ب4. المرة دي ب5.5، ودي ب5.5. اشتريت 2 حلوين قوي، تمام. لقيت ازازة الزيت دي بقى، بس يعني كده جبت ازازة الزيت دي كانت 900 جرام، مش لتر كامل يعني. كانت عامله 65 جنيه، فقلت له هات، لو معايا فلوس كنت خدت تاني. اشتريت اللبن ديري فارم، بس مش عارفه بصراحه اذا كان كويس ولا لا. اشتريته ب11 جنيه، قلت له برضو حلو يعني، مش وحش، مش هيخسر معايا. اشتريت كمان جيركن الكلور ده، ما بقتش اقدر استغنى عنه. بنضف بيه كل حاجة، يعني أي حاجة بمسح بيه، بنضف بيه التولد، بنضف بيه الحوض، البوتاجاز، كله تمام، كل حاجة بنضف بيها. جبت كمان صابون دش، وده ب25 جنيه. يعني حلو قوي عشان بيقعد معايا فترة. بصراحة الجيركن اللي اشتريته الشهر اللي فات لسه موجود، يعني لسه فيه، تمام، ما خلصش. بس اشتريت الجيركن ده، قلت عشان برضو لو خلص في نص الشهر. هو الراجل ده بيجي كل شهر، يعني مش بيجي كل فترة، كل اسبوع ولا حاجة، تمام. اشتريت صابون دش وكان عامل 35. متهيألي برضو اشتريته الشهر اللي فات او الشهر اللي قبله، برضو كان عامل 35. الحلو حلو خالص انه مغليش. المكرونه 400 جرام بقت ب10، تمام. بس انا اشتريت رويال، تمام، ونوعها على فكره ما كانش حلو. كانت ب10 جنيه، ما اشتريتهاش. البيكنج باودر وفانيليا ما فيش، تمام. يلا الحمد لله، تمام. بس يا حبايبي، دي كانت مشترياتي الشهريه، من غير ميزانية ومن غير اي حاجة، تمام. حلو قوي كده. هو اصلا ال 2500 جنيه اللي انا كنت حطاهم عشان اشتري الميزانية الشهرية يعني زي كل شهر، ده انا زودت ال 500 جنيه، فاصلا مفيش فضار تاني عشان ازود في الميزانية، فهو حلو قوي كده الحمد لله. بس
عايزين نزود في الصدقة عشان بس الحاجات دي تكمل معانا لاخر الشهر ان شاء الله، وعشان ربنا يكرمنا. هو بس احنا لنا الله يا جماعه، فاحنا مش هنعمل حاجه غير ان احنا نطلع صدقه ونزود في الاستغفار عشان ربنا يكرم ان شاء الله، وان شاء الله ما نحتاجش لحد ونمدش ايدينا لحد. تمام. اتمنى منكم الاشتراك في القناه ولايك للفيديو لو عجبكم الفيديو. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.